معاكم خالد يوسف، تبينا في ديجيتال ماركتينج. كنت حابب النهارده اتكلم على البوست كنت نزلته، كنت نبهت فيه بعض الاصدقاء، وقلت بعض الفريندز عندي، قلت لهم نبعد عن اللي هي الابس اللي هي بتكون ملهاش لازمه، او بعض الابس اللي هي اصلا موجوده. هنقول اشهرها اللي هي الاسكاربوت. بنقول الابس اللي هي بتكون موجوده في الوقت الحالي. اعرف اقرب 5 اصدقاء ليك، لونك المفضل. كل الابس دي يا جماعه نبعد عنها. طب ليه؟ لان هما بكل بساطه مسافه ما حضرتك ما بتشترك في الابس دي اصلا بتكون بتهيك على الاكونت بتاعك، وحضرتك مش عارف اي حاجه. بتعمل لايكات على بعض البيجات وحضرتك مش عارف اي حاجه، تعمل كومنت على البيجات دي وحضرتك برضه مش عارف اي حاجه. طبعا هما بيعملوه من خلال الابس دي، وبيكون كل بياناتك معاهم. وحتى لو حضرتك فاتح من اللابتوب ممكن يفتحوا الكام بتاعك ويشوفوا كل حاجة، يتحكموا في كل حاجة تحكم كامل من خلال ان حضرتك مشترك معاهم في الابس دي. فيا ريت يا جماعة الناس تاخد بالها، الناس ما تسمحش لاي ابس يكون موجود عندهم على الاكونت، الا اللي هي الابس اللي هي بتكون ماضيها مصادر موثوقه. طيب انا ازاي اصلا اعرف الكلام ده، واعرف ان الاب اصلا عندي؟ انا باجي بدخل من هنا ستاينس، باجي هنا عند الاب، بلاقي هما دولت. يعني انا عندي هنا مثلا 2 اب، فادي اول واحد، وادي تاني واحد عندي البادو، وعندي اللي هو بنترست. تمام. فمثلا باجي بدوس هنا كده ريموف او حذف، باجي هنا مثلا بدوس ريموف. طبعا انا مش هدوس ريموف، يعني هي يعني انتوا بتدوسوا كده ريموف في ريموف خلاص بتتعمل. طبعا انتوا لو دخلتوا هتلاقوا بقى ايه يعني، لوكشه حلوه كده، يعني كوليكشن كويس كده عندكم من الاب، اصلا ممكن مكنش عارف عنه اي حاجه. فيا ريت يا جماعه ننضف الاكونت بتاعنا من الاب اللي هي مش معروفه. ان شاء الله باذن الله الفيديوز اللي جاي هنتكلم فيه عن ديجيتال ماركتنج. انا كده خلصت. في اي حد عنده اي سؤال او عنده اي استفسار يقدر يسالني على البيج بتاعتي على الفيسبوك، خالد يوسف تمنر، او يسالني عن الميل، وانا هجاوب على اي سؤال او اي استفسار. معلش طولت عليكم. حابب بس يا جماعه يا ريت بالله عليكم الناس تنظف كل الاكونتات بتاعها من الابس اللي هي بتكون عليه، ما تكونش بتكون من مصادر غير موثوقه. كان معاكم خالد يوسف. شكرا والسلام عليكم.